مرحبا، السلام عليكم. كيفكم متابعين؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم أم بلال من مطبخ العربي في ألمانيا. واللي جديد على القناة يشترك ويفعل الجرس لتوصلوا كل وصفاتي. ونستفتح معكم الفيديو بالصلاة على النبي. وأكلتنا لليوم سمبوسك على موديل الزنبقة. وبنبدأ معكم التحضير. معانا 4 أكواب طحين متعدد الاستعمالات، رح انخلون حتى يفوت ذرات الهواء لقلبهم. السمبوسك اليوم هو لانه براك ولانه سمبوسك، هو موديل تاني. السمبوسك بينقلى إلي، بس هذا السمبوسك رح حطه بقلب الفرن وبتطلع طعمته بتشل شللان. وهلأ خلصت الطحين ومنضيف معلقة سكر، معلقة ونص، وظرف خميرة بيعادلوا معلقة طعام كبيرة، وزيت نباتي نصف كوب، وتقريبا 3 معالق زبدة، رشة ملح، وبيضة، و3 معالق لبن، هو لبن الزبادي. وهلأ منحطن على العجانة الكهربائية. وعنا حليب، أنا جهزت كاسة حليب، بدي شوف العجينة قديش بتشرب معاي. وهي عمالة تعجنون أنا عم ضيف الحليب، تقريبا أكلت معي كاسة كاملة حليب. شوفوا العجنة ما شاء الله تبارك الرحمن، خليتها 5 دقايق حتى تنعجن معي مزبوط. برش شوية زيت حتى ما تتماسك بقلب الجاط، ومنسكرها بالنايلو الغذائي. ورح خليها تقريبا نص ساعة لحتى تختمر معاي. وهلأ بينما تصير عندي العجينة ترمت بصلتين صغار. شوفوا كيف فرمتهم ناعم وحطيتهم بالطواية بشوية زيت نباتي، ومنحركهم مزبوط ليدبلوا معانا. وهلأ منضيف اللحمة عندي اياها ناعمة وشوي مدهنة، رح خليها لحتى تنشف معاي من الدهنة تبعيتها. وبحط لها ملح و7 بهارات وشوية فلفل، تقريبا ملح حطيت لها معلقة طعام ممسوحة. تقريب الكيلو حطيت لحمة. وهلأ عند ما تستوي معانا اللحمة بجيب العجينة، ومثل ما شايفين برش طحين وباخد شوي منها. العجينة عندي اياها كتير طرية، طبعا بالزبدة وباللبن بتتغير العجينة كلياتها، ما بتعطيكن هالقساوة، بتعطيكن هالنفشة الطيبة. وهلأ برققها كتير على قد ما بقدر. وقبل ما احط اللحمة عندي جبنة كريمية، رح ضيف معلقتين كبار، تقريبا هي نص العلبة حطيت، حتى تلضم معانا وبتعطي طعمة كتير طيبة. شايفين كيف؟ هي الجبنة اختيارية، بس أنا حطيتها حتى تلضم معاي اللحمة وما تفرط فرط وتعذبني. وعندي هي الزبدية لقيتها أكبر من غطاوة تبريق الشاي، قلت لأقطع فيها حتى تعطيني الموديل اللي بدي إياه، موديل الزنبقة. هلأ بقطع العجينة. شوفوا حبايبي مبينة معاكم العجينة وكتير طرية وناعمة. مثل ما قلت لكم بتضيفوا الحليب بالتدريج حتى تشوفوا قديش بيستوعب عندكم الطحين، لأن كل واحد حسب ما عنده الطحين. شوفوا غطاوة تبريق الشاي هي أكبر منها. وهلأ منقطع من النص لبرا، منجرحها. شايفين كيف؟ هذا الخط كتير بسهلنا الموديل. وهلأ على كل عجينة بضيف معلقتين لحمة، بدي اياها اللحمة بقلبها مدللة كتيرة حتى تعطيني الطعم اللي بدي اياها. طبعا برمضان كمان هي فكرة حلوة، تغيير شكل عن السمبوسك. وهلأ منجيب هذا الطرف ومنلفه لف. شايفين كيف بسيط؟ شوفوا كيف أنا كامشة اللحمة من النص وأنا عم دورها. وهلأ منمسكها هيك
ومنحاول نسكرها. منسكرها مزبوط حتى ما تطلع معانا اللحمة. وهلأ هذا الخط اللي عملناه شوفوا كيف. هلأ بنفتله هيك شوي بإيدنا حتى يعطينا موديل الزنبقة. شوفوا ما أحلاها. رح ساوي اللي بعدها. ليش قلتلكن رققوا العجينة حتى ما تطلع معاكن سميكة؟ لأن رح تاخد وجهين منا من العجينة. شايفين كيف؟ بمسك بإيدي اللحمة ومنلفها. فيكن كمان تحطوا مكسرات، بس أنا ما بحب المكسرات بالعجين الفرن. وهيك على هالطريقة منساوي كل الكمية. شوفوا كيف ما شاء الله طلعت معي صينية كاملة ووحدة صغيرة. وهلأ بيضة وشوية حليب يعني بتعطينا حمار أحلى من قبل. ما يكون معانا مثل الأبيض، رح يكون وردي. معلش لو نزل منه شوية سائل عادي ما بيأثر، والحليب بيروح زنخة البيض. وهلأ على الطرف حتى يبين معانا رح ضيف حبة السودة أو حبة البركة. انتو شو بتقولوا لك؟ اكتبولي بالتعليقات. أنا كنت حابة ساويهم برمضان، بس قلت رح أعطيكم أفكار من هلأ لرمضان حتى تساووا منا. يعني فيكم مع طبخات تعملوا هي الصينية كمان موديل ومنظر كتير حلو، بتفاجئوا فيه ضيوفكم وأهلكم. فيكم كمان تستبدلوا بسمسم، بس أنا حبيت نكهة السودة، حبة السودة أكتر. وهيك بعد ما خلصتن أنا حميت الفرن فوق وتحت على 180، رح حطن بالرف التحتاني. وشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن خلص معانا السمبوسك. شوفوا موديل ومنظر وريحته بتشهي القلب. ورح جرب لكم وحدة كيف مليانة باللحمة وكيف العجينة مستوية ومفوخرة معانا. شايفين ما شاء الله. الله يديم نعمة علينا يا رب. وهذا كان فيديونا لليوم. لا تنسوني من اللايك وتشيروني لأصدقائكم، ويلي بيشوف قناتي لأول مرة يشترك ويفعل الجرس لتوصلوا كل وصفاتي. وكانت معاكم أم بلال من مطبخ العربي في ألمانيا، والسلام عليكم ورحمة الله.